تعالي نعمل الشربات. هاتي كوبايتين من السكر، كوباية من المية يغلوا شوية، انزلي بفانيليا ونص عصرة من الليمونة. هسيبهم يغلوا بقى خلاص كده. تعالوا نعمل أحلى بلح شام هتاكليه في حياتك. هاتي كوبايتين ونص من المية، 3 معالق من السكر، ذرة ملح صغيرة خالص، 4 معالق من الزيت، وبعدين هحط معاهم كيس فانيليا وهسيبهم يغلوا بقى خالص. وأول ما يغلوا عندي هكون أنا بقى هنزل بكوبايتين من الدقيق، معلقتين من النشا، معلقة كاسترد، وده سر اللون والطعم تحفة. هقلب كل ده مع بعضه لحد ما توصل معايا لعجينة تبقى ناشفة شوية زي ما انت شايفة. هفضل اقلب فيها واعجن فيها شوية لحد ما تتلم معايا. هسيبها بقى كده في بولة تبرد خالص. اول ما احس كده ان ايدي خلاص مستحملة ان هي تعجن فيها، هعجنها لحد ما تبقى معايا طرية زي ما انت شايفة ده كده. وكمان بتبقى دافية شوية، يعني مش باردة قوي. اول ما تدفى خالص كده هنزل عليها ببيضاية. وسر اللون بقى مع الكاسترد، حطي معلقة صغيرة من فانيليا البرتقال وما تنسيش تدعيلي. هنزل بقى ببضاية بضاية واعجنهم كويس قوي. هجيب بقى كيس حلواني واحط البلبلة دي بتاعت بلح الشام. طبعا هنا انا جبت الزيت عندي بارد خالص والكيس عندي فرقع، فانا غيرت الكيس وحطيت كيس تاني. وزي ما انت شايفة كده ببل المقص واحطه في الزيت كده، وهبقى هقسم بيه واشكل بيه بلح الشام. بلح الشام بتاعنا ميني كده، شايفين اللون؟ اللون ده المسؤول عنه ايه؟ الكاسترد. حلوة قوي. لو ما عندكيش مش مشكلة هوديكي لون برضو، بس بيدي طعم كده، ولما تيجي تفتحيها تحسيها ان هي مصفرة كده من جوه. اللي هياخد واحدة يعني هياكل منك الطبق كله، مش هيحتاج يقطم ولا يدهول الدنيا شربات ولا اي حاجة. هي واحدة بس كده على بق واحد، تحفة ومقرمش وفاضية قوي من جوه وجميلة قوي. بتمنى ان انتوا تجربوها. باي باي.